السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعين قناتنا قناة يوميات محمد جمال، وقناتنا التانية قناة محمد جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. مجنونة العوضي، مجنونة العوضي، وده أقل لقب أو أقل كلمة أقولها على البنت اللي طلعت مسكت في إيد العوضي في المول وقالت له الكلمتين اللي احنا هنتكلم عليهم في الفيديو. مش عارفين الترندات هتاخدنا لحد فين، ورب الكعبة بقت كل حاجة تحصل في حياتنا دلوقتي غريبة بقت ترند. اي حاجة بقت تحصل في حياتنا حرفيا، اي حاجة بقت تحصل في حياتنا غريبة بقت تطلع ترند. بكاميرا موبايل تتصور هوبس تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. احمد العوضي الممثل راح المول، الله اعلى واعلم كان هيعمل ايه او هيجيب ايه. المهم ايه، راح مول مصر ومعاه 2 بودي جارد وبتاع. طبعا الناس ايه، المحبين والمعجبين وبتاع ملمومين حوالين منه، اللي هو الشيء الطبيعي يعني ان حد يشوف ممثل بيروح عاوز يتصور معاه، عاوز يقول له كلمه، عايز كذا عايز كذا عايز كذا. في طبعا من الممثلين اللي هم بيتنكوا وما بيرضوش وبياخدوا بعضهم ويجروا على طول، وفي اللي بيستنى، وفي اللي بياخد ويدي مع ايه، مع المعجب بتاعه او المعجبه بتاعته. احمد العوضي اتفاجئ بواحده دخلت في وسط الزحمه وقفشت في ايده وتقول له ايه بقى، وتقول له انا تقول له انا جايه لك مخصوص، بتقول له انا جايه لك مخصوص عشانك. المهم هو قال لها انت تعرفيني؟ يعني انت تعرفيني؟ ما هو برضو حاجه غريبه، واحده بتمسك ايديه وبتقول له انا جايه لك مخصوص. المهم قالت له ايه، هتسيبني امشي لوحدي او همشي وحدي؟ هي مش قالت له كده، قالت له امشي وحدي ولا ايه؟ رجع تاني الراجل قال لها انت تعرفيني؟ انت تعرفيني؟ رجعت واحده من اللي واقفين، هو كصوت ولكن ما شفتهاش، بتقول له دي عايزه تطلع ترند يا عوضي، عايزه تطلع ترند يا عوضي. فمش عارفين بصراحه الترندات هتاخدنا لحد فين. طبعا هي طلعت في كذا فيديو وطلعت مع كذا حد ونفذت الترند اللي هي بتعمله وعملته بحذافيره، وقالت انا بحبه، انا بحبه، انا عايزاه، انا عايز اتجوزه. طب يا بنت الحلال، ده هو في واحده معاه اللي هي يارا السكري، هيوديها فين دي؟ فاللي هو مش عارف بصراحه يعني ايه عايزه تتجوزيه. يعني هو اي واحده دلوقتي، انا عايز افهمها بس كلمه، اي واحده شافت واحد عجبت بيه فتروح تتجوزه على مراته مثلا ولا ايه؟ مش فاهم. اي واحده شافت واحد اعجبت بيه فاللي هو تعالى انا اتجوزك؟ طب ما هو متجوز ومعاه يا بنتي واحده تانية، هتخربي عليه ليه؟ ففي لقطه بقى يعني اللي خلاني صدقت ان هو ترند في اول فيديو، اما واحده بتقول له ده عاوزه تعمل ترند يا عوضي، ده عايزه تعمل ترند، وفعلا قد يكون عاوزه تعمل ترند. لان ما فيش حد عاقل، انا بصراحه يعني انا شاكك في البت دي انها متخلفه عقليا. يعني انا شاكك فيها بصراحه ان هي في حاجه، في ربع ضارب عندها، في ربع ضارب حرفيا عندها. فيش واحده يعني فيها دماغ وعقل ورزينه ومش عارف اقول ايه، تروح لحد متجوز وتقول له انا بحبك، انا عايزاك، امشي لوحدي. يعني ده عايز تسحبه معاها، ده هي حرفيا عايز تسحبه معاها وتمشي. يعني بتقول له انا امشي وحدي يا عوضي، انا امشي وحدي. فطبعا هو عمل ايه بقى، وهو برضو هجيب لكم الفيديو ده لما طلع بودكاست مع حد، فبيقول انا كان لازم ارجع لها تاني. يعني المذيع بيقول له ايه، ما مشيتش ليه وسبتها؟ قال له لا، ما انا لو مشيت وسبتها، هي بتقول له ايه، امشي لوحدي، امشي وحدي. في اخر كلمه قالتها له قالت له ايه، طب انت حر. فالناس والمواقع والسوشيال ميديا ما يشوفوا الفيديو هيقولوا ايه، هيقولوا في علاقه بين العوضي وبين البنت دي.
هو اصلا قال كده يعني في الفيديو. فقال ده اللي خلاني لفيت تاني ورجعت لها وقلت لها ايه، انت تعرفيني، انت تعرفيني. تمام. فنيجي الفيديو تاني بقى، وما جابوها فبتقول ايه، انا في علاقه مع، هو في ليه علاقه يعني مع يارا السكري ان هي مراته. فبتقول انا استحق عنها، انا في الشارع، انا استحق عنها، انا في الشارع وبقعد قدام جوامع وانا محتاجه للمساعده. طب لا اله الا الله، انت محتاجه يا بنتي للمساعده، ولا انت عايزه، ولا انت بتحبيه حب اللي هو عاوزه تتجوزه يعني والكلام ده؟ فاحنا مش عارفين لك بصراحه. طب لو طلع للمساعده، انا اسمع ان احمد العوضي انسان جدا وبيساعد الغلبان، ممكن تجي له بكل ادب واحترام وتحكي له وتتكلم معاه فهيساعدك. انما بالدخله اللي انت دخلتيها عليه دي عمرها ما هتاكل معاه، لان هو ابن بلد، هو ابن بلد ومن منطقه شعبيه. فتعالوا نروح للفيديو الاولاني اللي هو لما بتقول له انا جاي لك مخصوص، انا جاي مخصوص عشانك، امشي وحدي، امشي وحدي ولا ايه؟ تعالوا نروح للفيديو نرجع لكم تاني. انا جاي مخصوص عشانك، ما جيت لك المكتب قبل كده. ايه؟ جيت لك المكتب قبل كده، ما انا همشي وحدي ولا ايه؟ مش قاعد فين؟ امشي وحدي ولا ايه؟ يلا بس ايه دي بس في لا والله ما يحصل. تعرفيني؟ يلا 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 شباب، يلا شباب، بعد اذنكم بعد اذنكم. واحدة يا جدعان. استاذ احمد، استاذ احمد، استاذ احمد، استاذ احمد، يا عودي دي عايزه تطلع ترند، تعالى نتصور. ماشي يا استاذ احمد. زي ما انتوا ما شفتوا كده، تحس انها عارفاه، هي تحس انها عارفاه من قبل كده. اه والله في سابق معرفه. فهو برضو قلق من الحته دي، هو قلق من الحته دي، هو كان ماشي فلف ظهره تاني ورجع لها، اللي هو ايه، لحد يتكلم يقول في علاقه بينه وبينها بتاع الكلام ده كله. تمام تمام يا شباب. هنيجي الفيديو تاني دلوقتي، هما بيتكلموا معاها بقى بعد ما طلعت ترند بقى، ظهرت مع العوضي بقى، مع احمد العوضي. فبيقولوا لها ايه، دلوقتي الراجل ده احمد العوضي الممثل ده في علاقه بينه وبين يارا سكري، هي دلوقتي زوجته، هي دلوقتي مراته. فردت البنت دي قالت انا استحق عنها، انا استحق عنها، انا في الشارع، انا مرميه في الشارع، انا استحق عنها. على الاقل هي عندها ابوها وامها، انما انا ما عنديش حد. مش عارف هل البنت دي محتاجه عاطفه، ولا هي ناقصه حنيه، ولا هي محتاجه حنيه، متعرفش والله. فبتقول انا استحق عنها، انا في الشارع وانا بحبك يا عوضي، وانا قاعده قدام الجوامع واتمنى ايه، واتمنى انك تتبناني، اتمنى انك تتبناني. عارفين المسلسل اللي عمله في رمضان اللي فات؟ مش كان عامل دار ايتام حاجه زي كده، وكان بيتبنى حد، او مش عارف، كان بيتبنى بنات وبتاع، واللي هو ايه، كان عامل دار يعني. فجت في دماغي الحوار بتاعها لما بتقول له ايه، اتبناني، والله العظيم. وبتقول اتمنى انك تتبناني، بتوصل له رساله يعني، بتقول له انا اتمنى انك تتبناني. تعالوا نروح للفيديو ونرجع لكم تاني. لان في كلام بيقول ان هو ويارا مرتبطين وكده وفي علاقه بينهم، ما خفتيش ان هو ممكن يزعل منك ويرفض ان هو يساعدك بعد الكلام اللي انت قلتي ان يارا مش بتعرف تمثل وان انت بتمثلي احسن منها وكده؟ مش موضوع انا قلت انا استحق، يعني انا ما اعتقدش ان هو هيشوف الموضوع بالطريقه دي. انا قلت انا استحق، انا استحق عنها، عندها امها وعندها ابوها، انا متبهدله، انا في الشارع متبهدله قوي. انا بحبك جدا والله، انا ما كانش قصدي اذيك ولا اضرك ولا ابقى ترند. ده انا متبهدله فعلا، انا ليا فيديوهات وانا قاعده عند الجامع، وانا بحبك جدا واتمنى ان انت تتبناني، والله بحبك جدا. زي ما انتم شفتوها كده وبتتكلم، مش عارف في ايه، مش معنى احمد العوضي اللي انت اخترتيه، انا مش فاهم بصراحه. مش معنى دونا عن الممثلين دول كلهم اخترتي احمد العوضي. بتقول انا اعرفه من سنين، انا اعرفه من ايام ما كان واخد ياسمين، انا اعرفه من سنين وكنت بحبه جدا،
وتعالوا بقى نروح الفيديو تاني دلوقتي يا شباب، وهي بتتكلم بتقول انها عاوزه منه مساعده. اللي يشوف يا بنت الحلال الفيديو الاولاني وانت ماسكه في ايده وبتقولوا له انا همشي لوحدي بتاع، طب ما قلتلوش ليه انا عايزه مساعده، او انا عايزه امثل، او انا عايزه كذا 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 في الفيديو الاولاني اللي انت مسكت في المول ده، اللي مسكت في ايده. انما انت بتقولي له انا همشي وحدي، امشي وحدي. مش فاهم معناها ايه، يعني ايه تمشي لوحدك؟ طب ما كنت جيتي معاك اخوك او ابوك او جوزك او خطيبك، او تعرفش. هي البت كهيئه وكشكل هي محترمه، كهيئه لبسها لبس محترمه، بس البت دي والله اعلم واعلم، انا اشك ان دماغها فيها حاجه. يعني البت دي مش طبيعيه، مش متزنه، ما عندهاش اتزان. جت في فيديو تاني يا شباب قالت ايه؟ قالت انا كنت عايزه منه المساعده. قالت انا كنت عايزه منه المساعده، وان انا امثل، وان انا كده، وان انا كده، وانا اهلي سايبيني، وانا اهلي راميني، والكلام ده كله اللي انتوا عارفينه. فمش عارف ازاي اهلك سايبينك ورامينك، مش عارف. يعني انا عندي بنت مثلا، انا عندي بنت ارميها؟ معرفش. المفروض ان البنت دي هي اكتر واحده الواحد يخاف عليها، واكتر واحده الواحد يحافظ عليها، وعينيه دي تبقى عامله عليها زي رمان البلي كده، ما يتغيبش عنها، لان دي بنت، لان دي بنت. انما الولد عادي، الولد عادي براحته، ده ولد وحد يتكلم عليه في حاجه. انما البنت، يعني الولد لو جه متاخر بالليل اي نعم بنكلمه وبتاع، بس ما بتبقاش زي البنت. هل البنت لو جت متاخره بالليل ايا كان بقى، في شغل هنا، في مدرسه، في درس، في جامعه، لا بتبقى لازم يبقى الواحد شديد على البنت شويه. فقالت انا طلبت منه المساعده، تمام، وحصلت لي ظروف وحشه، وقلت ان انا ايه، اشرح له ظروفي. هي قالت ان انا عاوز اكلمه، ان انا يعني انا يا استاذ احمد يا عوضي انا حصلت لي ظروف وحشه وانا محتاجه للمساعده وبتاع وان هي كانت عاوز تشرح لي ظروفها يعني. ولكن ده ما كانش باين في الفيديو الاولاني اللي انت عملتيه يا قطه. ده ما كانش باين في الفيديو الاولاني اللي انت عملتيه. انت مسكت في ايده، ده حرفيا لو مراته مش عاقله تطلب منه الطلاق. والله لو مراته مش عاقله، او مراته زي دماغ اللي احنا شايفينهم اليومين دول، كانت طلبت منه الطلاق. ليه بقى؟ كانت قالت له انت ليك علاقه بيها، انت دي تعرفها وكان ليك علاقه بيها، يلا بقى طلقني. وكانت خربت البيت والدنيا خربت وبتاع. فكويس ان يارا السكري ايه، دماغها اكبر واعلى من انها تشك في جوزها، لان طبعا ده جوزها راجل بسم الله ما شاء الله ممثل يعني وبتاع ومشهور. فهي حاطه في دماغها وعارفه او على يقين 100% ان هو عمره ما يبص لواحده زي دي غلبانه يعني. تعالوا نروح للفيديو. يبقى بتقول له انا كنت بطلب منه المساعده، وكنت عايزه اشرح له ظروفي، كانت ظروفي وحشه، كنت عاوز اشرح له ظروفي يعني. تعالوا نروح للفيديو ونرجع تاني. عوضي امبارح وانت بتقول له انت مش هتيجي معايا، انت ايه علاقتك بالعوضي اصلا؟ والله يعني كنت عايزه اطلب المساعده واتربكت. ممكن نعلي الصوت شويه؟ والله انا كنت عايزه اطلب المساعده واتربكت واتوترت واتكسفت، لان انا مش متعوده ان انا اروح. انت اصلا كنت بحب الفنان جدا، ومش اتحركت ان انا اول مره اشوف الفنان انا رايحه اطلب منه طلب زي ده. حصلت لي ظروف وحشه قوي، فانا اتحركت. كنت فاكره ان هو هيقعد شويه في قاعه السينما، هقول له يعني هشرح له ظروفي واتكلم معاه. ما لقيتوش قاعد في قاعه السينما واتثبت. طب نرجع لنقطه البدايه، انت الاول كنت بتقول له انا عايز ادخل معاك السينما، ده المشهد الاول عشان اتكلم معاه. فاكره قبل كده شفته ان هو قاعد شويه مع الجمهور في قاعه السينما عشان اتكلم معاه واشرح له ظروفي. تمام. ما لقيتوش دخل السينما. زي ما انتوا شفتوا كده وهي بتتكلم، والكلام اتغير 180 درجه، واللي كانت ولهانه وعامله له فيها تايتانيك رجعت قالت انا كان ظروفي صعبه، وانا كنت عايز اطلب منه المساعده والكلام ده كله، وانا كنت رايحه ان انا ايه، اشرح له ظروفي يعني والكلام ده كله. هنيجي للفيديو الاخير النهارده يا شباب، وهو لاحمد العوضي لما عمل بودكاست مع حد كده مش عارف مين. ف بيقول له ايه اللي يا احمد ايه الدنيا ديت وبتاع، قال له عيشك وملحك
وعيشك وملحك انا ما اعرف عنها حاجه، انا ما اعرفهاش. قال له ليه الناس قالت ان انت خايف يعني؟ قال له ليه الناس قالت ان انت حسيناك كده خايف؟ قال له لا مفيش حاجه، مش هخاف، انا قلت بس ارجع لها تاني واسالها واقول لها انت تعرفيني؟ لان هي قالت ايه؟ قالت همشي لوحدي، همشي وحدي. فطبعا هو قال لك ايه؟ لا الكلمه دي فيها ان، فلازم ارجع والفلها تاني بحيث الناس ما تتكلمش عني كلمه مش حلوه. وبدليل كده ان هي قالت ان انا عايزه مني المساعده وان انا عايز امثل يعني. ده اكبر دليل انها رجعت تاني في كلامها ورجعت مرشدين ورا وقالت ايه؟ لا انا كنت عايزاه ان انا اطلب منه المساعده مش اكتر. فهو ده يمكن اكبر حاجه برأت احمد العوضي من حوار البت ديت اللي هي الله اعلم شكلها مجنونه، ولا هي عندها ربع ضارب، ولا هي كانت عاوزه تعمل ترند. هو الحاجات دي يا شباب بتيجي انت بص اقول لكم على حاجه. واحده زي دي عملت ترند ومسكت في احمد العوضي في ايده وهمشي وحدي ومش همشي وحدي والكلام ده كله، فطبعا الناس كلها شافتها. هتيجي تعمل دلوقتي حساب على التيك توك وهتعمل صفحه على التيك توك مثلا، او هتعمل اي حساب على الفيسبوك او هنا او هنا او انستجرام او اي حاجه ايا كانت، فهتبص تلاقيها تتشهر. ما هي هم ناس عارفين شكلها تمام. وممكن تاخد فيديوهات من اللي هي عملتها ترند مع احمد العوضي وتنزلها عندها، هوب الصفحه بتاعتها تضرب. ما هي عملت ترند مع الراجل وفي كذا مذيع استضافها ومذيعه استضافتها والكلام ده كله. فهو الله اعلى واعلم، هي مش عارفين هي بتحبه وعايزاه ليها وتتجوزه زي ما هي قالت، ولا عايزاه عشان يساعدها تمام، ولا عايزاه عشان هي عايزه تمثل. مش عارفين اي حاجه في اي حاجه. وبكده خلص معانا الفيديو. حبايبي واخواتي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفيديو يكون عجبكم، ففضلا وليس امر اضرب اللايك بتاعك الجميل واشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يجيلك كل جديد. وفي نهايه الفيديو بتاعنا اقول لكم سلام عليكم.